فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحذف الفنانة شيرين عادل جميع صورها مع زوجها الفنان طارق صبري بعد مرور عام على زواجهما. وبالبحث والتدقيق تبين أن شيرين عادل حذفت بالفعل جميع صورها مع زوجها عبر حسابها على الانستجرام بشكل مفاجئ، ولم يكشف أي منهما حتى الآن سبب حذف الصور وحقيقة الشائعات التي بدأت تتردد حول انفصالهما عن بعض. وكانت الفنانة شيرين عادل احتفلت بعقد قرانها على الفنان طارق صبري في أكتوبر 2022، وشاركت شيري وقتها متابعيها صورا من عقد قرانها عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور انستجرام، واكتفت بوضع ايموجي دبلة الزواج وقلب أحمر لمشاهدة الحساب الرسمي. على جانب آخر، أعلنت شيرين عادل بداية الشهر الجاري عن تعاقدها على تقديم دور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد الفيشاوي في فيلم عادل مش عادل الذي انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضي، حيث واصل صناع العمل التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة بالتزامن مع عمليات التصوير، والعمل يشارك بطولته دينا محمد رضوان، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري. الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عادل ضحت بأحلام البنات بلبس فستان أبيض وعمل حفل زفاف يليق بها عندما تزوجت الداعية معز مسعود، واكتفت فقط بعقد القران. واعترض الكثير من رواد السوشيال ميديا على زواج فنانة غير محجبة من داعية إسلامي، ولكن شيرين عادل قررت تحدي الجميع ولم تجد المساندة والدعم. ولكن الذي لم يعرفه الكثير أن الفنانة شيرين عادل مسلمة الديانة ومعروفة بين زملائها من الوسط الفني بالتزامها وأخلاقها والتزامها أكثر دينيا. وبعد زواج لمدة عام قررت شيرين عادل ومعز مسعود الانفصال بشكل رسمي، وأعلنت شيرين الانفصال الرسمي عن معز مسعود، ليتفاجأ الجميع بجواز الفنانة شيرين عادل والفنان طارق صبري والتجهيز لحفل الزفاف بعد عودة طارق صبري من الكويت، وفارق السن بينهم 10 سنوات. وتنتظر شيرين عادل عرض فيلم أصل الحكاية مع المخرج محمد أمين، واللي انتهت من تصويره مؤخرا، وتجسد خلاله شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكار معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهي تنتمي لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة، فوالدها بيومي فؤاد وأعمامها خالد الصاوي وعلاء مرسي وعمتها هالة فاخر. وبكده تكون انتهت فقرتنا. عجبتك القناة ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس.